مش غرور، دي ثقة. ثقة في الله. خليكي أستاذة في عمايل الفطير. بس تابع معايا كده الخطوات كده. هخليكي أستاذة. الفطير المشلتت الفلاحي رقم واحد في مصر. خطوات بسيطة. تكنيك. كل حاجة هقولك على كل أسراره كده وكل تكاته وأصغر التفاصيل فيه. بس أهم حاجة تتابع معايا كده الفيديو. تعليق كده حلو كده، دعوة حلوة لأختك. لايكات كتير بقى عشان الفيديو يرفع معانا. واللي لسه مشتركش اتمنى ان هو يشترك في القناه ويفعل الجرس على الكل، عشان هو هنزل وصفات حصريه الفتره الجايه. وصفاتي كلها بسيطه واقتصاديه. اتمنى ان انتوا تنوروني وتشرفوني. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. الفطير كده بيحكي كده عن نفسه، مش محتاج ان انا اشكر فيه بصراحه. بصراحة اللون والتوريق بقى والطبقات من جوه ما اقولكمش. حاجة كده فوق الخيال، فوق الممتاز. طراوة. يعني انا مش قادرة اوصف. هو طبعا الفيديو بيحكي عن نفسه. يلا بينا على الفيديو. بس قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. في البداية كده انا معايا 2 كيلو دقيق. الاتنين كيلو دقيق دول هيعملوا معايا ممكن على حسب انت بقى ايه محتاجاهم. ايه فطير كبير هتعمليهم 2. ممكن كمان تعمليهم 4 فطرات صغيرين. ممكن تعمليهم 3 وسط. ده براحتك انتي. الحجم انتي اللي تقدري تتحكمي فيه براحتك. معايا هنا 3 معالق كبار من السكر. نص معلقة من الملح. بنزل معايا كده على المية. بقلبهم معايا كده في المية زي كده. طيب كمية المية حددها ازاي؟ انا هنا عشان عارفه مقدار ال2 كيلو اخدوا معايا لتر ونص من الميه. انتي طبعا حسب نوع كمان الدقيق. انتي كمان هتعملي ايه؟ هتحطي يعني السكر والملح كده على كميه ميه قليله وتضيفيهم. احتجتي ميه بعد كده للعجينه هتبتدي تزودي كده ميه. ما احتجتيش خلاص. لحد ما العجينة تتلم معاكي بنفس الشكل ده كده، نفس الملمس ده. عجينة كده طرية بس في نفس الوقت ما ايه ما بتلزقش في الايد. شايفين انا ايدي نطفت من العجينة. طيب بعد ما عجنت معايا العجينة كده انا معايا كده صينية كبيرة وهنزل مسحة كده بسيطة من الزيت. وهبتدي اقطع معايا العجين كده. قطعت العجين زي ما انتوا شايفينها بالحجم اللي انتوا شايفينه. طيب انا قطعت هنا العجينه معايا على 6 كور. الاتنين العجينتين زي كده الكورتين هيعملوا معايا فطيره. يبقى انا هنا هعمل ايه 3 فطيرات. طيب 3 فطيرات بالحجم اللي انتوا شفتوه في بدايه الفيديو. معايا هنا 300 جرام زبده. زبده عادي، زبده جاموسي عادي. نزلت عليهم بكوبايه كبيره من كوبايات العصير دي سمنه. سمنه عادي من السمنه اللي هي السمنه العلب العاديه. نزلت كمان نفس الكوبايه دي. نزلت برضو ايه كوبايه من الزيت. كل ده معايا على البارد. انا ما رفعتش اي حاجه خالص معايا على النار. يعني ما سخنتش معايا ماده التوريق دي ما بسخنهاش معايا على النار. معايا كده على الطبلية او اي حاجة مدورة بالشكل ده كده مسحة كده من الزيت. هبتدي ايه افرد معايا العجينة كده. هاخد قطعة قطعة من العجين وهبتدي ايه افردها معايا بالشكل اللي انت هتشوفوه. سهل خالص. هنا العجينة علشان ارتاحت معايا. العجينة هنا بتتفرد بكل سهولة زي ما انتوا شايفين. لما العجينة انا ريحتها فالعجينة بقت عاملة معايا زي الاستك. اخدت كده زي معلقة كبيرة من المادة الدهنية كده بايدي. ورحت مغلفه بيها العجينه زي ما انتوا ما شفتوا. غلفت معايا العجينه ده كده وببتدي امط معايا العجينه. شايفين العجينه يعني مورجه ازاي وشفافه معايا ازاي. بتمط معايا ازاي ولا قطعت معايا ولا اتبهدلت ولا اي حاجه. ده عشان العجينه معايا ارتاحت خالص. على حسب نوع الدقيق. في معانا الدقيق. احنا طبعا لو هنعمل فطير زي كده يستحسن ان انت تجيبي دقيق ملهوش عرق. طيب حصل لا قدر الله وانت جبتي الدقيق معاكي وكان ليه عرق كده جامد وتيجي تفردي معاكي العجينه تلاقيها بتقطع. لا يبقى انت تسيبي معاكي العجينه ترتاح خالص. 3 4 ساعات ممكن تعمليه من بالليل وتسيبيه تاني يوم كده العجينه ترتاح. بعد كده تبتدي ايه تفردي فيها. كل ما تريحي العجينه كل ما العجينه هتتفرد معاكي بكل سهوله وتقدري ان انت ايه تورجيها بسهوله كده ما تقطعش منك ولا تتبهدل. طيب ببتدي اطبق التطبيقات كده زي ما انتم شايفين. بلم الجوانب كلها على بعض بالشكل ده. وكل جانب بلمه مسحه كده من الماده الدهنيه بايدي.
وببتدي اطبق الجانب التاني عليه. هكرر كده لحد ما الم العجينه معايا كلها. الاطراف طبعا بتاعت العجينه بحاول ان انا انعمها على قدر الامكان كده. باخد معايا اول كرة دي انا خلصتها كده، بركنها معايا في الصينيه، وبفرد تاني واحده كده واحطهم في قلب بعض. يعني انا الفطيره بحط 2 في قلب بعض زي ما قلت لك. باخد من ماده التوريق زي ما انت شفتيها، وببتدي ادهن بيها معايا العجينه بالشكل ده كده، وببتدي امط معايا العجينه بتتمط، شايفين، بكل سهوله كل سلاسة. العجينة عشان مرتاحة معايا خالص ومخدومة معايا حلو. العجينة بتتفرد كده يعني زي الملبن كده. اتقطعت منك كده حاجة بسيطة ما تقلقيش، ما تخافيش، مش هتأثر عليها في أي حاجة. رشة كده من المادة الدهنية زي ما انتوا شايفين، بفردها معايا كويس، ببتدي اطبق معاه. طيب كان ممكن ان انا اللي هي اول فردة تطبيق انا عملتها وكده، اول كرة عملتها وطبقتها، كان المفروض احطها كده هنا في البداية، ما حطيتهاش ونسيت زي ما انا نسيت كده في الفيديو قدامك. وانا اعتمدت ان انا يعني ان انا انساها زي كده، ما احطهاش في البدايه علشان خاطر لو حد نسيها مثلا يقولك طب انا نسيتها دلوقتي هعمل ايه في العجينه. ما تقلقيش، هنطبق بعين، هنكمل التطبيقات زي كده وهنحطها، مش هتأثر على العجينة في أي حاجة خالص، مش هتأثر معانا في الفطيرة وفي التسوية في أي حاجة خالص، بالعكس هتطلع مورقة ومية مية مفيهاش أي غلطة. شايفين انا جبت بقى القطعه التانية التطبيقه اللي انا كنت مطبقاها اول كوره جبتها وحطيتها، وابتدي اطبق اخر جنب معايا. هبتدي اقفله معايا كده على الفطيره بالشكل ده. شايفين لميت الفطيره كلها على بعض كده، مسحه الزبده دي كده بالسمنه بالزيت على بعض، هي اللي هتلم معايا الدنيا دي كلها وتطلع معايا توريجات الفطير بالشكل الخطير اللي انت هتشوفوه. معايا هنا بقى صينيه زي كده بحط فيها مسحه من الزيت، وببتدي احط معايا العجينه هنا وبريحها كمان تاني ربع ساعه نص ساعه. كل ما العجينه ترتاح معايا كل ما هتديني نتيجه فوق الممتاز. ببتدي افرد معايا العجينه بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده كده. شايفين عشان العجينه ارتاحت معايا، شايفين هتلاقيها بتتفرد معايا بكل سهوله. آه ما بترجعش تكش معايا تاني. طيب جيت افردها انا زي كده ولقيت كل ما ادوس عليها عشان افردها الاقيها بترجع بتنكمش تاني، بتكش معايا تاني. لا، اسيبها ترتاح 5 دقايق وهرجع افردها تاني. يعني اريحها 5 دقايق وارجع افردها. شايفين كل سهولة بتملى معايا الصينية خالص بالشكل ده. كل ما العجينة ترتاح معاكي كل ما تديكي نتيجة فوق الخيال. طبعا احنا ما نعنتش في العجينة ونفردها وهي تكون لسه مرتاحتش، فتلاقي العجينة بعد التسوية معضمة معاكي كده وماسكة قفشة في بعضها كلها، ومش مش مورجة من جوه، والتطبيقات بتاعتها مش طالعة كده، كل توريجة كده لوحديها تلاقيها عضمت ومسكت كلها في بعض. اهم حاجة للفطير ان انت تريحيه بين ال 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 المرحلة والتانية ان انت تريحيه شوية يعني كمان بعد ما نفردها في الصينية يستحسن كمان تسيبيها 5 دقايق 10 دقايق، بعد كده تدخليها تسويها. كل ما تريحي الفطيرة بين المرحلة والتانية يديكي نتيجة فوق الخيال فوق الممتاز. شايفين بسم الله ما شاء الله. طبعا الفيديو كده وجمال الفطير بيحكي عن نفسه، مش محتاج ان انا اتكلم عنه. بسم الله ما شاء الله كده حاجة روعة، حاجة فوق الخيال. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم كده واستفدتوا منه ولو بمعلومة واحدة بسيطة. كده اكون وصلت معاكم كده لنهاية الفيديو. شايفين بسم الله ما شاء الله الشكل فوق الخيال. دي يعني بغاشة كده يا جماعة، ده قلاش، ده مش فطير، حاجة كده بتدوب دوبان، خطيرة خطيرة. طبعا كده ما تنسوش بقى دعوة حلوة كده لحبيبتكم اختكم، ومشاركات لكل حبيبنا علشان الكل يستفاد. كده اكون وصلت لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.